من الحاجات برضو اللي ممكن توضح لك إذا كان مثلا أنت حواليك أعداء ولا هو كله صديق ولا صديق بوش عدو. أنت مثلا لما تلاقي ماتش بتاع مصر والأرجنتين اللي حصل من يومين ده، والكل اللي حصل والعالم كله اتفرج، وحتى الأجانب وناس كتيرة جدا جدا حتى مش عرب أساسا يعني وقفوا مع مصر وقالوا لأ، الماتش ده مش صح ومش سليم وقرارات غلط والفار والحكم وكل الكلام ده. يطلع لك بقى كده شوية ناس مش أجانب وللأسف عرب، طبعا مش هقول جنسيات معينة يعني، بس هو أكيد كل واحد عارف نفسه. يقول لك مثلا تعليقات اللي أنا قريتها اللي فعلا حاجات مستفزة إلى حد ما يعني. ده الحمد لله رحمونا من ندب ومن مناحة ومن أغاني بقى وتنطيط والزيطة هيقعدوا يعملوها 10-20 سنة قدام عشان كسبوا الأرجنتين. واحد تاني مش عارف يطلع يقول لك هم أصلا كانوا يحلموا يلعبوا ميسي. التالت يطلع يقول لك مش عارف يعني هم كانوا ياخدوا الكاس يعملوا بيه إيه. واحد تالت يقول لك مش عارف هي مصر الحمد لله رجعوا بلدهم وإيديهم فاضية. هو أنا يعني السؤال بس الغريب اللي أنا بقوله، ليه كل الناس شايفة إن مصر كعبها عالي عليهم؟ ما أنت لو ما كانش مصر في دماغك ما كنتش هتذكرها. لو ما كانش مصر حاطة عليك بزيادة وعلى بلدك فعلا ما كنتش هتذكرها. يعني أنا مثلا في كندا عندي صحابي في أمريكا، أعرف ناس في مختلف العالم، لما أجي أشوف بوستاتهم فعلا قد إيه هم فيلن يعني إن هم فعلا لا مصر اتظلمت. وتيجي أنت من بلد يعني لا تذكر، عبارة عن شارعين ولا 3 شوارع، وللأسف البلاد دي أنا رحتها وبلاقي كمية الغل والحقد اللي في بوستاتهم في كلامهم وتعليقات بعضهم على بعض والسخرية. الحمد لله الواحد أرقى إن هو يخش يرد على الناس دي، لأن كل الناس عارفة هي إيه مصر أصلا. أنا مش محتاج، أو أنا مين أصلا إن أنا أتكلم باسم مصر. مصر دي اللي جابت مجدي يعقوب، واللي جابت أحمد زويل، واللي جابت محمد سيد طنطاوي، واللي جابت أقول لك إيه ولا إيه محمد صلاح، اللي جابت أبو تريكة، اللي جابت حسام حسن، اللي علمتك انت وعلمت 10 زيك. حاجات كتير قوي والله الواحد يعني فعلا مش عارف اذكر ايه ولا ايه. بس هو مش ده الطبيعي. زي مش من حق اي حد مصري، وده رايي الشخصي، ان هو يتدخل في الشؤون الداخليه بتاعت بلدك. انت برضو مش من حقك باي حال من الاحوال ان انت تتدخل في الشؤون الداخليه بتاعت بلد تانية وخصوصا مصر. خليك فاكر بس الجمله دي، انا مقتنع بيها مليون في الميه. مصر دي العمود الفقري بتاع المنطقه. مصر دي لو وقعت كله وقع، حرفيا كله وقع. يعني هم يا دوبك هم صاروخين هيتضربوا وشكرا، البلد دي بقت بتاعتنا وانا وانت عارفين بنتكلم عن ايه. فلو سمحت باحترام بأدب حاول تراعي ان انت لو انت البروفايل بتاعك بابليك فالناس كلها بتشوفه، عرب وغير عرب، مصريين وغير مصريين. والناس انت اكيد مش انت عارف لسان المصريين وعارف ممكن الناس فعلا ممكن تتطاول عليك. فمش انت قاعد من ورا الشاشه فانت من حقك تقول اللي انت عايزه، لان برضو المصري لو حس باهانه هيرد عليك رد انت برضو مش هتحبه. طب ليه؟ وبعدين احنا يعني ربنا حتى بيقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فانت ما تجيبش لنفسك التهزيء وتجيب لنفسك يعني قله الادب وفي الاخر تقول ايه ده بص المصري بيعمل ايه. يا ابني ما انت اللي استفزيته. ما تخليك في شؤون بلدك وشوف يا عم بلدك وافتح بقى المعابر اللي انت عايزها وساعد انت زي ما انت عايز وروح انت يا عم خد كاس العالم اللي انت عايزه. احنا الحمد لله فخورين باللي حصل وشايف ان منتخبنا طلع بشرف. حتى لو انت مش مقتنع بده دي حاجه تخصك انت يا عم، احنا مالنا انك بس تلبس لي تيشيرت الارجنتين وانت تتفرج على الماتش عشان تستفز الناس ولما يجوا يطرقعوا لك يقول لك ايه ده بص المصريين بيعملوا ايه. يا ابني ما انت اللي استفزتهم، ده انت غريب جدا. مصر دي هي عمود الامه شئت ام ابيت، والكلام ده بالذات للنيو جنريشنز. ممكن يكون ابوك وجدك عارفين قيمه مصر انت لسه ما تعرفهاش، خليهم يعلموك. ده لو لسه بيعرفوا يقروا ويكتبوا. السلام عليكم.